النهاردة معايا حكاية مش بس بتتلخص، دي بتتعاش، واللي هي الخيميائي اللي كتبها البرازيلي باولو كويلو، The Alchemist بالإنجليزي، ودي اتنشرت سنة 1988. الخيميائي دي مش مجرد رواية، دي دعوة تمشي ورا حلمك حتى لو مش شايف آخر الطريق. الخيميائي اللي هي رحلة البحث عن الكنز الحقيقي. كان يا مكان في أرض بعيدة تحت شمس بتغيب على جبال الأندلس الخضراء، كان في ولد صغير اسمه سانتياغو، راعي غنم. ولد بسيط جدا، لكن قلبه كان كبير على أحلامه. كان بيحب يقرأ كتب وهو قاعد وسط أغنامه، بيحب يحلم ويفكر في معنى الحياة رغم إنه كان لسه صغير. بس في ليلة من الليالي حلم اتكرر، حلم واضح شبه الحقيقة لدرجة إنه هز كيانه. شاف نفسه ماشي وسط الصحراء، صحراء واسعة، شايل شنطة، تعبان لكنه مكمل طريقه بإصرار. وفي آخر الرحلة الطويلة دي، عند أثر الأهرامات العظيمة في مصر، لقى كنز. مش أي كنز، كنز حقيقي، ذهب